السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته. هل لله اسم أعظم؟ نعم. ومن دعاه به أجابه؟ نعم. وبعض عباد الله لا يعرفه؟ نعم. وهل ثبت في السنة أن اسم الله الأعظم معلوم؟ نعم. سبحان الله. وقليل من يسأل الله باسمه الأعظم، والحبيب أخبر أن اسم الله الأعظم من سأل الله به أجابه. من أهل العلم من قال أن اسم الله الأعظم الحي القيوم، ومنهم من قال أن تسأله بأنه لا إله إلا هو الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أي تضمن لسورة الصمد. اسمع هذا الحديث. سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول: احفظوا هذا الدعاء أيها الأحبة واسألوا الله به. اسمع، يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. الله أكبر. من أعظم مفاتح الدعاء والإجابة، من أعظم ما هدى الله عباده إليه أن دلهم على اسمه الذي إذا سئل به جل وعلا أعطى وإذا سئل أجاب. ما أعظم هذه المنة من ذي المنة جل وعلا. دائما ارفع يديك بعد حمده والصلاة: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لك الحمد. اللهم صل على محمد والحمد لله رب العالمين. دعاء جميل، دعاء شامل، دعاء أيضا بسم الله الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي أجاب. أي فضل. فاحفظ هذا الدعاء أيها المؤمن. السلام عليكم إخوتي ورحمة الله وبركاته. لا تنسوا الإعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لمزيد من العطاء والتألق. نفعنا الله وإياكم بصالح الأعمال. تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.